السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امال سليم. هنعمل مع بعض النهارده الفراخ المشويه باحلى تتبيله ممكن تعمليها. لا يمكن بعد الوصفه دي هتشتري فراخ مشويه من اي مكان تاني مهما كان مطعم مشهور، لانك بجد هتعملي فراخ مشويه اكثر من رائعه. يا ريت النهارده لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان توصلك وصفاتي. يلا نقول بسم الله ونشوف الطريقة. اول حاجة هجيب الفرخة بتاعتي وافتحها من الظهر بالشكل ده. يا ريت الفترة الجاية نهتم ان احنا نعمل اكلنا في البيت، بلاش مطاعم بجد. يعني نحافظ على نفسنا شوية، ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويرفع عننا البلاء. بعد ما فتحتها ببتدي اضغط عليها بالشكل ده واجيب الجناحات بتاعتها لورا واضغط عليها كويس جدا عشان تبقى مستوية معايا بالشكل اللي هتشوفيه. بتبقى افضل في الشكل النهائي للفرخة. ولما افتحها كده باخدها اغسلها تاني عشان تكون مغسولة كويس جدا. بعد كده بحضر باقي الحاجة بتاعتي، التتبيلة سواء في الخلاط او في الكبة. هتجيبي بصلاية متوسطة الحجم وتقطعيها وطماطماية متوسطة الحجم وتقطعيها عليهم وتبتدي تفرميهم مع بعض. لازم البصل بتاعك ينعم. انا في المرحلة دي ما اهتمتش انعمه قوي لاني هضربهم مع بعض تاني. بعد ما اضيف باقي المكونات بتضيفي معلقة كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم وعليهم 2 معلقة كبيرة من الزبادي ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، وده اختياري لو مش متوفر مفيش مشكلة. ومعلقة كبيرة من عسل النحل او العسل الابيض، و2 معلقة كبيرة من الخل الابيض، ومعلقة ونص، معلقة صغيرة ونص من الملح. والملح طبعا ده بيتوقف على حاجتين، على درجة الملح اللي انتي بتحبيها وكمان على حجم الفرخة بتاعتي. يعني الفرخة الصغيرة مش زي الفرخة الكبيرة. ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة الا ربع صغيرة من الفلفل الاسمر، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ونص معلقة صغيرة من الريحان الناشف، ومعلقة الا ربع من السبع بهارات، معلقة صغيرة الا ربع من السبع بهارات. وهجيب ليمونة بالحجم اللي قصادك ده، باخد نصها بعصره واضيفه على المكونات بتاعتي. بعد كده بضيف 3 فصوص من الثوم صغيرين زي اللي انا حطاهم دول، او 2 فص حجمهم اكبر شوية. وابتدي اضرب المكونات كويس جدا مع بعض لحد ما تنعم جدا. التتبيلة دي اللي انا عاملاها تكفي فرختين. ادي الخليط بعد ما ضربته كويس. هجيب الفرخة بتاعتي في صينية بالشكل ده وابتدي افتحها زي ما انتي شايفة كده علشان تشرب التتبيلة بتاعتي. اعمل اكتر من فتحة سواء في الصدر بتاع الفرخة او في الورك بتاعها، وابتدي اغطيها كويس بالتتبيلة.
التتبيلة ما ينفعش اخد منها جزء واسيب الجزء جزء تاني في التلاجة، دي بتستخدم مرة واحدة. انا هنا بما اني عاملة فرخة واحدة وهي زي ما قلت تكفي لو فرختين بس، مش هينفع احتفظ بيها طبعا، فهضيف كل التتبيلة بتاعتي على الفرخة. انا هنا بالنسبة لي حسيت انها محتاجة شوية ملح، فاديتها رشة من الملح كده على وش الفرخة. وهنزل باقي التتبيلة على الفرخة بتاعتي وادخلها التلاجة من بالليل لتاني يوم لما يجي وقت تسويتها، او على الاقل 8 ساعات. موضوع ال4 ساعات ده مش صح بجد. لحم الطيور ما بيكونش يتشرب التتبيلة بتاعتي مش بيديك المذاق اللي انت تحبيه، فاديها وقت اطول افضل. اهي بعد ما طلعتها من التلاجة هبتدي انزل التتبيلة اللي انا كنت حطاها على الوش، بخلي شوية صغيرين على الوش عشان التسوية والتحمير بعد كده والفينش بتاع الفرخة يكون اجمل. وهدخلها الفرن بالتتبيلة بتاعتها، مش بشيلها منها ولا حاجة. بتاخد حوالي 1.5 ساعة في الفرن او حسب الفرن بتاعتك. انا خليتها حوالي 1 ساعة و10 دقايق في الفرن، وبعد كده شغلت الشواية، خدت باقي 1.5 ساعة، 10 دقايق على الظهر بتاع الفرخة و10 دقايق على الوش بتاعها عشان اخد درجة اللون دي. الفرخة بسم الله ما شاء الله طلع في منتهى الجمال، والطعم كان تحفة. اللحم بتاعها جوسي كده وفي عصارة وفي طراوة طبعا بفعل الزبادي اللي احنا حطيناها. المذاق ممتاز جدا وكل الحاجة فيها بجد حلوة. لازم اراعي في التسوية اني ما ابصش الاقي الصوص اسيبه لحد ما يتحرق في الصينية بتاعتي. والتسوية معنى كده انها زادت جدا على الفرخة، هتيجي تلاقي اللحم بتاعها ما بقاش فيه اي عصارة ونشف معاكي كده، فده مش صح في التسوية. وهي هتاخد معاكي من 1.5 ساعة لساعتين في التسوية، مش اكتر من كده ابدا. هتتابعيها وتشوفي حسب ما انتي متعودة الفرن بتاعتك بتسوي الفرخة في وقت قد ايه. بإذن الله تجربي التتبيلة دي وطريقة الفراخ المشوية اللي احنا عملناها النهاردة مع بعض وتعجبك جدا، وتسيبي لي رأيك في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. بحبكم في الله، امال سليم.